استشهد الطفل محمد الصالح نتيجة استهداف ميليشيا قسد الإرهابية لهذا الطفل. هو على دراجة نارية في بلدة الطبقة أو مدينة الطبقة في ريف الرقة. الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا قسد بحق أهلنا المدنيين المتواجدين في الريف الشرقي، سواء في دير الزور، في الحسكي، في الرقة وفي غيرها. الانتهاكات اللي عم بتصير بحقهم أيضا من قبل الميليشيات الإيرانية أيضا ما زالت مستمرة، وفي تعتيم كتير كبير عن المجازر اللي ترتكب بحق أهلنا في الريف الشرقي، في المناطق الشرقية، في ريف الجزيرة. توصلنا الأخبار متأخرة، ولكن نحن ما بننسى، وهذا ما بيعني أنك تنتهز فرصة دفاع عن مدنيين تعتبر نفسك فيها أنك أنت الحامي والمدافع. أنت ميليشيا إرهابية فجرتي في الأسواق ودمرت الأهالي وقتلت الناس. قتلت ميليشيا قسد، قتلت الأكراد قبل المدنيين العرب المتواجدين في أفريقيا من خلال السيارات المفخخة وغيرها. طفل والله ممنوع قيادة الدراجات النارية بقوم باستهدافه 3 طلقات نارية في الظهر. ليش؟ هذا بينم على جريمة كثير كبيرة وغيرها من الجرائم اللي نحن ما بنعرف فيها وما خبرنا فيها، وهناك مئات القتلى اللي عم يتم قتلهم سواء كان من النساء أو من الأطفال أو من الرجال من أجل أسباب تافهة جدا ما هي معروفة. السلام عليكم.